كنت باغي نكذب على راسي، ولكن مؤخرا وليت كندوز وقت بزاف مع راسي. بعدت على الناس، بعدت على التليفون، قربت من راسي بزاف، وليت كندوز بزاف الوقت مع راسي اكثر من قبل. وليت كنحط راسي تحت الضغط. اي حاجه ما عرفتش كنديرها، اي حاجه كتخلعني، اي حاجه فاش كنكون كنديرها كنحس بلي كاين واحد الضغط كبير عليا. وليت كنعنق هذيك الحاجه، وليت كنتعلق في هذيك الحاجه، وليت كنحب هذيك الحاجه، وليت كنموت على هذيك الحاجه، وليت كنموت على انني نشوف راسي كنتأدب وكنتسلخ. كنتمحن، ما فاهمش شنو بغيت ندير، ما عرفتش شنو بغيت ندير تالف. ولا تيعجبني هذاك ستريس، ولا تيعجبني انني نشوف راسي تحت الضغط. انا راجل وما تزاديتش باش نكون شي واحد اللي بكاي، وما تزاديتش باش نكون شي واحد اللي سعاي، ما تزاديتش باش نكون شي واحد اللي تيخاف يواجه، شي واحد اللي تيخاف من الصعاب نتاع الحياه. حيت عارف بلا هادشي مازال يلا واحد شويه من بزاف اللي كيتسناني في هذه الحياه. ف باش ما نكذبش عليك، وليت كنحط راسي بزاف تحت الضغط. اي حاجه كتخلعني، اي حاجه هذوك الحوايج اللي فاش كتكون كديرهم لا كتفكر فيهم تيرعدوا لي قلبك. بالعكس انا هذاكشي هو اللي كنعنق، وهذاكشي هو اللي كنلقى فيه راسي، هذاكشي هو اللي بصح بغيت ندير، هذاكشي اللي ما كتقدرش تحمل ولا تفكر فيه. غير انك تفكر فيه كتولي ليله كامله كدوزها ما قدرش نعس. هذاكشي هو اللي وليت كنرتاح فيه انايا، وهذاكشي هو اللي وليت كنقلب عليه. هذاكشي تيخلق كل شيء، هو اللي وليت انا كنرتاح فيه، هو اللي ولا كيريحني. وهذا الشيء بطبيعه الحال ما جايش من بين ليله ونهار، هادشي جاي من بزاف نتاع تراكمات نتاع تجارب في الحياه، ومن بزاف نتاع المواقف اللي تحطيتي فيهم وعرفتي راسك شحال ضعيف، كيما تحطيتي في شي مواقف وعرفتي راسك شحال نتايا قوي. فبطبيعه الحال كتشوف راسك وتتقول انا هادشي اللي بغيت. حيت ديما هذاكشي اللي موالف كدير، واللي عارف النتيجه الاخرى نتاعو، النتيجه النهائيه نتاعو كيفاش غادي يخرج لك، ما ليه حتى شي قيمه. هذاكشي عرفتيه وعرفتي ليه الحل وساليتيه، ولكن هذاكشي اللي مجهول بالنسبه لك، وهذاكشي اللي ما كتقدرش تحل ولا ما كتقدرش تفكر فيه، ايه انك تفكر فيه باقي تابعك، ولا راه كيتسناك، ولا راه خاصك ديرو، ولا راه خبيتيه، ولا تتهرب عليه بشي طريقه او باخرى. هي كتفكر فيه ليله كامله ما كيجيكش الناس. هذاكشي هو اللي وليت كنحط راسي تحت منه. ما نكذبش عليك، انا يقدر هذا الغلط ما خصوش يديروه الناس، ولكن انا الوحده وليت كنجلس فيها بزاف، وليت كندوز الوقت مع راسي بزاف وبلا كذوب. نتائج كبيره حققتهم وانا بوحدي، نتائج كبيره وانا كاين بوحدي حققتهم. درت بزاف نتاع الانجازات وانا بوحدي، درت بزاف نتاع الحوايج وانا بوحدي، اكثر فاش كنت مخلط مع الناس ونضحك مع هذا، نقلب على هذا، نمشي مع هذا، نخرج مع هذا. هذاك الشيء كامل، هذوك الايامات ما نقولش ندم عليهم، ما نقولش خايبين، بالعكس هذاك الشيء زوين وكل شيء واعر. الرفقه حاجه زوينه في الحياه، والصداقه لابد منها في الحياه، ولكن انا ملي كنكون بوحدي عارف راسي كنعطي اكثر من اي وقت في هذه الحياه. ولكن اهم حاجه اكتشفت هي كاين واحد المساله اللي كتفرق ما بين اي واحد ناجح واي واحد فاشل في هذه الحياه هذه. كاين سر واحد اللي كيفرق ما بين الناجح والفاشل، هو الصلابه العقليه. وغالبا غتكون في السوشيال ميديا كنتي كتسكرولي وسمعتي هذا المفهوم نتاع الصلابه العقليه ومعاه الصلابه النفسيه. لكن انا ما تنحبش نقول هذا من التجربه الخالصه نتاعي ومن التجارب نتاع الناس اللي عشت معاهم واللي شفت قدامي واللي جاوا عندي واللي دواو معايا. انا مثلا نفضلش نقول هذه الكلمه هذه، كنقول الصلابه العقليه والمرونه النفسيه. ما كايناش صلابه نفسيه، ما كاينش شي واحد صلب نفسيا. وانا ما تنفضلش انني نكون صلب نفسيا على اني نكون مرن نفسيا، لانه الصلابه العقليه غنشرحها، ولكن الصلابه النفسيه اي حاجه صلبه، والنفس ما خصهاش تكون صلبه. اي حاجه لان النفس كتغير، النفس فيها تغيرات، فيها تقلبات، ماشي شي حاجه اللي ثابته، بينما العقل هو ثابت. وانا نقول لك علاش. ولكن النفس تتغير، ماشي شي حاجه اللي تقدر تعتمد عليها وتبقى ديما صلبه، تتغير. فاي حاجه صلبه وركتي عليها بزاف وكانت بزاف تحت الضغط، اش كيطرى لها؟ كتهرس. بينما العضله حيت مرنه كتحطها تحت الضغط، بروغريسيف اوفرلود، كتمشي اليوم كتريني ب5 كيلو، غدا 10 كيلو، بعد غدا 20، وانت غادي اش كيطرى لها؟ حيت مرنه وحيت عندها هذه الفكره نتاع التطور والنمو كتكبر. فانا كنفضل انني نقول الصلابه النفسيه، اسمح لي انني نقول المرونه النفسيه على انني نقول الصلابه النفسيه، لانه اي حاجه صلبه كتهرس واي حاجه مرنه كتقوى وكتكبر. الاكثر من هذا هو نستحضر المقوله نتاع بروسلي، تيقول يكون بحال الماء، حطيتيه في قرعه ياخذ الشكل نتاع القرعه، حطيتيه في براده ياخذ الشكل نتاع البراد، حطيتيه في اي بلاصه غادي ياخذ داك الشكل. ماشي غير هذا، حطيتيه في العافيه غادي يتبخر ويقول لي شكل اخر، يعني غادي ينجاب راسو. حطيتيه في الواد
يقدر يهرس الحجر ويدفع شي حوايج اللي ثقيله. فالصلابه النفسيه ما كايناش بالنسبه لي انايا. كنفهم بانه كاينه مرونه نفسيه، خصك تكون مرن مع ظروف الحياه. فيك البكا بكي، فيك الفرح فرح وعبر عليه. كنتي فخور براسك افتخر براسك. جاو شي ظروف مع الحياه، سير مع هذوك الظروف، ما تحاولش تعارضهم بنفسيتك، ما تحاولش تبان واعر، ما تحاولش تقول لا انا قاد بها وانت عارف راسك بالله هش من الداخل وتمثل على راسك وداكشي. لا، سير مع هذوك الظروف. ما الصلابه النفسيه في نهايه المطاف هذه تهرس وهذه تقسم. لكن الصلابه العقليه، فاش تنقول الصلابه العقليه كنهضر على واحد الحاجه اخرى اللي هي اتخاذ القرارات. غدا خصني نفيق مع 8، ما كاينش شي حاجه اخرى من غير انني خصني نفيق مع 8. غدا خصني نصلي الفجر، خصني نمشي نصلي الفجر. وهنا فين تبدا الصلابه العقليه كتبان في اتخاذ القرارات. هذاك الشيء اللي ما مسلكنيش ما نديروش، هذاك الشيء اللي خايب ما نديروش، هذاك الشيء اللي زوين ولا ندير. هذاك الشيء الخطه اللي حطيت هي اللي نمشي عليها. شحال ماخذ انت على الوقت وشحال ماخذ انت على البشر اللي خصو يمشي من هذيك الخطه. صاحبي جا لعندي الخطه كتقول بانه انا ما نخرج دابا، صاحبي قال لي نخرجوا، انا ما نقدرش نخرج مع صاحبي. الخطه كتقول بان خصني نمشي نتريني دابا، صاحبي قال لي يلا نمشيو نسهروا، ما نقدرش غنمشي نترين. فعلا خسرتي واحد الوقت زوين، ولكن هاد كل مره دير هادي لا ما نقدرش، دير هادي لا ما درتهاش، عقلي دير هادي لا ما نديرهاش، دير هادي ما ندير. كل مره كتقول وكتوعد راسك بشي حاجه وما كتوفاش بهذاك الوعد، عقلك مع الوقت كيولف هاد القضيه هادي وكيولي ضعيف، ما كيبقاش صلب. حيت في اي لحظه نتاع الراحه تيدخل الشيطان وتيجلس معك وتيهضر معك. فبالنسبه لي الصلابه العقليه حاجه ضروريه لنجاح الانسان في هذه الحياه، انه يكون صلب مع العقل نتاعو وفي القرارات نتاعو. خصني نراجع دابا، خصني نراجع من دابا واحد الساعه، خصني نراجع، خصني نصلي من دابا ساعه ديال الاذان، خصني نصلي هي، خصني نصلي، خصني نكتب شي حاجه خصني نكتبها، خصني ندير الفلوس خصني ندير الفلوس، خصني نتعلم شي حاجه خصني نتعلم شي حاجه، خصني نقرا خصني نعس دابا، خصني نحط التليفون. فانت صلب مع القرارات نتاعك، وهذه حاجه ضروريه في الحياه وباش تطور في الحياه نتاعك. ولكن المرونه النفسيه هي ايضا حاجه ضروريه مع الصلابه العقليه، لانه درتي شي حاجه، خدتي شي قرار ولكن ما نجحتيش فيه، راجعتي ولكن ما نجحتيش، فكنتي صلب مع العقل نتاعك. انا راجعت ودرت هذاك الشيء اللي عليا ولكن ما نجحتش، هنا كتجي المرونه النفسيه. ماشي مشكل، انا قادر نعاود نراجع وقادر نعاود ندوز الفرض وننجح فيه. فانا مرن مع ظروف الحياه كنلعب بها كما بغيت انايا، واخا هي كتلعب بيا ولكن انا كناخذ الشكل اللي حطتني فيه، ما كنتعكش معها باش ما تهرسنيش. حيت انا هنايا انا اللي قوي، فانا مرن وكتزيد تقويني مره على مره. واحد الوقيته يجي واحد الظرف اللي كبير، بطبيعه الحال غتكون انت قويتي مع ظروف الحياه اللي جاو من شحال هادي والتجارب اللي دوزتي شحال هادي، فما تقدرش الحياه تهرسك ولا يطرى لك والو. فانت مرن مع الحياه، كتاخذ الشكل اللي حطت فيك الحياه. ما نكذبش على راسي، مره اخرى انا بعدت على الناس، بعدت على التليفون، بعدت على السوشيال ميديا، بعدت على كل شيء. في عزله عن الناس، في عزله على كل شيء. كاين بوحدي في واحد البلاصه، ما كنت نفس مع حتى شي واحد، ما كنت سابق مع حتى شي واحد، مرتاح مع راسي. ولكن عفاكم يقدر هذا غلط، ما تجيروش، ما تذوقوش من هذاك الكاس نتاع الوحده وتستلذوا بانكم كتقعدوا مع راسكم، كتقدروا تجلسوا مع راسكم، كتقدروا تهضروا مع راسكم، تفرحوا براسكم. ما محتاجين شي واحد يفاليديكم، محتاجين شي واحد يصفق لكم، ما محتاجين حتى شي حاجه. نتوما ديال راسكم ومن راسكم ولراسكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نفعك، كنتيق فيك، الله يسهل عليك.